وصفتنا اليوم من ايطاليا روما اللي هي كالزوني. تنطق كالزوني ماشي كالزون. نديروها بالصدق والدجاج والفرماج. بالعجينه يحتاج فيها 300 غرام فرينه، يعني قيس 2 كيسان، مرفه كبيره خميره الخبز، نص مرفه سكر، ومن بعد شويه نديرو نص مرفه ملح، لها 2 مغارف زيت ومرفه كبيره زبده. الوصفه ديما نزيد نخليها لكم مكتوبه بالتفصيل تحت الفيديو، خاطر ماكش بزاف تقولوا لي راك تزربي في الهضره. ولموا العجينه بفنجان ماء وكاس غير ربع حليب دافئ. حبوا تعجنوها بيدكم ولا بالعجانه حتى تلم تشكل عندكم عجينه طريه ملساء هكا. بعد كيما راكم تشوفوا تغطيوها تخليوها تخمر نصف ساعه. ودرك نبداو نوجدوا الحشو تاعنا. راح نحتاجوا فيه نصف صدر دجاج قصوه شرائح، وفيه مقله مع 2 مغارف زيت ومرفه زبده، نديرهم رشه ملح ورشه فلفل الكحل تخليهم يتقلاو. مش راح يديو بزاف وقت، 7 دقائق على كل وجه. بعد ما يتحمروا راح نحيوهم، وفي نفس المقله بلا ما تغسلوها راح نذبل فيها ربطه سمق مع 2 سنات ثوم بان سكرفجي. وما تملحوش السلق لانه حيجيكم من بعد الحشو مالح، خاطر راح نزيدوا له الفرماج. بعد ما برد شويه داك الدجاج تفتوه بيديكم ولا بفرشيطه، وزيدوا له السلق تاعكم بعد ما ذبل وتعصروه من الماء. زيدوا له مرفه كبيره جبن طري، شويه موزاريلا ولا شيدار مبشور. هكذا الحشو واجد. ديكاسيو العجينه، ترشوا شي فرينه وتقسموا العجينه تاعكم على 3 مرصوات. اذا حابين حبات الكالزون يجيو كبار، اذا حابين صغار تقسموها على 6. تفتحوا العجينه على سمك 1 سنتيمتر، تحطوا شويه من الحشو وتغلقوا عليها، طبقوها على 2 وتضفروا الحواف كيما راكم تشوفوا هكا. بعد باه ما تفتحلكمش كي تعود تطيب، في بلاطو تدهنوهم شويه صفار بيض مخلط مع الحليب، تدخلوهم يطيبوا على فرن مسخن من قبل، يطيبوا 20 دقيقه على 180 درجه. لازم تجربوها. سلام.